السلام عليكم يا البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. كيما راكم تشوفوا في الفيديو اليوم راح نخدموا ان طابلو دو كوزين بالجلد سكاي وبالقماش هذا تاع السبت. هنايا جبت القطعه تاع سكاي، راني مفصلت كلش باه ما نطولش عليكم في الفيديو. هنايا الطول تاع الطابلي 45 سنتيم والعرض تاعها فيه 50 سنتيم. هذا الشريط تاع الحزام، العرض تاعو فيه 10 سنتيم، تقدروا ديروا حتى 8 سنتيم، والطول تاعو 150 سنتيم. والشريط هذا راح نديروه بيه، العرض تاعو 4 سنتيم والطول تاع الشريط 150 سنتيم. جبت هذه القطعه اخرى راح نخدموها طرشون تاع الطابليي. هنا الطول العرض تاعها عفوا 30 سنتيم والطول تاعها 33 سنتيم. وهذه القطعة أخرى راح نخدموا بها الجيب تاع الطابليي. الطول تاعها 50 سنتيم والعرض تاعها 22 سنتيم. بعد ما خلصنا القياسات هذو، هنا راح نديروا التعديل في الطابليي. هنا طويته هكذا على 2. نجي في الكوان هذا راح نطلع ب6 سنتيم. دقيقة نعدل لكم برك الطابليي باش تشوفوا مليح. هكذا هنايا طلعت ب6 سنتيم وندير قوس هكذا ونروح نقص. هنايا قبل ما نقص نعدل باش ما تجينيش وحده فايته الاخرى هكا، ومن بعد نقص. فوالا وراح نتحصلوا على هذا الشكل. هذوك نروح نخيطوها. راح نبداو بالخياطه تاع لابوش. هنا نجي في الجنب هذا راح ندير لها كفه. قبل ما نبدا نخيط لابوش راح نطوي القماش هكذا على مرتين هكذا، ونروح نفوت عليه بالخياطه كامل. بعد ما خلصت الخياطه تاع لابوش نروح نقلبها. هنايا راح جبت الطابلي تاعي وجبت لابوش اللي خيطها في جهه واحده كما راكم تشوفوا. الجهه المفتوحه تاع لابوش هي اللي راح نحطها على الحاشيه تاع الطابلي. فوالا كما راكم تشوفوا. ونحكم القطعه الفوقانيه هذه هي اللي راح نخيطها والتحتانيه ما نخيطهاش. نحكم هنايا بريزبانغل وانتبهوا توجور التحتانيه تعودوا تخيطوها ونفوتها هكذا عليها بالخياطه. هنايا راح نثبت بالخياطه
الجيب هكذا، ونزيد نكمل في الجهة الأخرى. فوالا. بعد ما خلصنا الخياطة تاع لابوش تاعي، هنا راح نقلبو كيما راكم تشوفوا في الفيديو. فوالا، نخرج هذه الكوان هذا من الكوان هكذا. فوالا، وتحصلنا على هذا الشكل. هنا رايحه ندير خياطه هكذا باش ما يبقاش هذاك الانتفاخ في لابوش. فوالا. قبل ما نكملوا الطابلي تاعنا، هنايا راح نطوي الطابلي تاع ل2، ونجي في الجناب تاع الطابلي نحيت هنا حق 2 سنتيم. ما نفتح هنايا الطابلي تاعي هكذا. هنايا راح نطوي لابوش تاعي على شكل مثلث هكا، ونحكمو بين عفوا بإيبانجل. والله راحت لي الهضره. هنا بعد ما خلصنا، شوفوا النتيجه تاع لابوش. نجيب هذا الشريط تاع البيي هكا، نقلب الطابليه تاعي ونحط البيي ونروح نخيطو. بعد ما خلصنا خياطة البي، نكرونطي الطابلية كامل ونقلب البي هذاك هكذا ونخيطه. نطوي الطابلية تاعي هكذا على 2، ونروح نكروطي هنا في الوسط، هلا من الوسط، ونجيب الشريط هذا تاع الحزام
نعلم فيه ثاني المنتصف، نحط هذا الشريط في المنتصف تاع الطابلي ونروح نخيطه. خيطت هنا في المنتصف الحزام، فوالا. جبت الطخشون تاعي درت له كفة على الجوانب ودرت ديبلي هكذا ونقلب عليه. ها نجي في الحاشية تاع الحزام راح نطوي هكذا في الداخل وندير خياطة هكذا مايلة. نكمل البنات خيط الحزام وتروحوا تشوفوها واجدة. هذا هو الشكل النهائي تاع المئزر تاعنا. هنايا زينته بقفل والجيب تاعو جا كبير وشباب. ان شاء الله يكون عجبكم هذا المئزر، وان شاء الله نتوما ثاني تطبقوه وتخدموه كمشروع. ونقولكم مع السلامة، يا لبروشين فيديو.